دونك تخيل معايا انا عظم تيحك مع عظم صافي راه غيولي واحد الالم كثير. والانسان الا بغى يحافظ راه خصو يبدا يحافظ من الصغر على المستوى ديال الركابي. هما اللي تيكونوا عندهم فيهم مشاكل ديال المفاصل شنو تيقلبوا على ما يكونش الالم ويلقاو الحركه ديالهم اللي هما معتادين بها. المراه شنو باغا تطلع في الدروج، تهبط من الدروج، توقف في الكوزينه، توجد الغداء ديالها، تقاد الامور ديالها، ترد البال لدارها، الا جاو عندها شي دواء تنوض توقف. يعني الانسان تيقلب على شنو؟ على الحركه، ومن غير الحركه ما يكونش عنده الالم. ولان شنو المسببات؟ الغضروف راه خلايا، وهذيك الخلايا راه تتكبر وكتستهلك مع الوقت. يعني انا واقف ديال الركبه راه كيوقعوا احتكاكات، هذوك الاحتكاكات كيوقعوا مشاكل على مستوى الغضروف اللي تيتعاود يتصيب. يعني وهذاك الشيء راه عنده مراحل. كاين المراحل اللي ما كيبقاش عندنا حنا كاع داك الغضروف، تيولي العظم يحك مع العظم، داك الغضروف اللي هو الدور ديالو انه يسهل الحركه ما بقاش. دونك تخيل معايا انا عظم تيحك مع عظم صافي راه غيولي واحد الالم كثير. والانسان الا بغى يحافظ راه خصو يبدا يحافظ من الصغر قبل ما يوصل لديك المرحله. نحافظ من الصغر هي يكون عندي الوزن مزيان، نحافظ من الصغر هي ندير الرياضه، نحافظ من الصغر هي انه الا كنت غادي نقضي شي غرض نجلس ونقضيه، الا كنت قادر انني نقضيه. المراه غادا تنقي الخضره ديالها راه تقدر تريح فوق الطابله ودير كريسي وتنقي الخضره ديالها، ووقيته اللي غادا تنوض طيب غادا دير الجميله ديالها وما كاينش مشكل. ولكن الوقيته اللي تنقضي انا كلشي واقف راني تنستهلك في داك الغضروف. بمعنى ربي عطاك واحد النعمه خصك تحافظ عليها، بالاضافه لمشاكل اخرى. هذا طاح على ركبته، هذا تلبس واحد السبر ديالها ما مقاداش وغادي كيجري بها، كلشي هادشي كيستهلك داك الغضروف. وكتكون الضريبه في الاخر هو انه ولا عندنا احتكاك ديال العظم، ولا عندنا الم شديد، ما تنقدرش ندير افور، وخصوصا اللي تلاقى هذا الشيء مع مشاكل ديال السمنه. دونك المريض تيولي معذب، تيولي بحال الاسكلاف، وهذا الشيء اللي تاثر ليه على النفسيه ديالو، تيخليه مالوغيزمون بعد ما توصل حتى للحاله ديال الاكتئاب، حيت هو ما بقاش قادر يقضي ديك الامور اللي كان كيقضيها الراس.